ازاي انا كمخطط احمال اهتم بالتبرنج وبالتهدئه اللي قبل البطوله. زي ما انت شايف هنا، انت عملت فتره اعداد كويسه وعملت تحميل بشكل فيه لود ودي لود. طب انا محدد البطوله هنا يا كابتن، صح؟ يبقى انا مضطر ان انا اهتم قوي بالاسبوعين اللي قبل البطوله، لان فتره الاعداد الكبيره ديت كانت عامله فتيك كبير في جسمي. التعب الكتير في جسمك من الفوليوم الكبير، من ضمن المفاتيح اللي انت ممكن تقلل بيها التعب دوت انك تقلل اللود. مش لازم تقلل الشده، انا بقول اللود ده عشان دي كلمه اكبر. فانا عملت دي لود في الاسبوعين دول اهوت. الديلود اللي حصل بعد ما وصلت لاجمالي الساعات الكبير ده في الاسبوع التدريبي ان عملت اسبوع اقل واسبوع اقل كمان. طب ليه هنا عملت اسبوعين ديلود مش اسبوع واحد زي الباقي؟ لان انا عندي كومبيتيشن طويله، فكنت قاصد ان انا اهدى باللود شويه، بالتحميل اللي بيحصل في عدد التمرينات واجمالي الكم التدريبي في الاسبوعين دول، لان عندي بطوله طويله زي ما انت شايف كده. يبقى الديلود مهم ولا مش مهم؟ مهم في الجيمز وفي السباحه، ومهم في معظم الرياضات، لان هو اللي بيفوق جسمك من كم الفتيج الكبير اللي فيه. ولو ما نزلتش الديلود ده انت بتخسر تحسن مستوى في البطوله.